الملكة بتاعتي لسه ما نزلتش، ممكن ننزلها هنا وننزل سكيلتون هنا ومع واحدة من الغضب عشان تخلي الفالكيري اللي جوه يشتغل كويس. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي في الله، عاملين ايه؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. مين فينا ما سمعش عن قوة الفالكيري؟ الفالكيري طبعا من اقوى الجنود اللي بتلعب كلاش اوف كلانس، وعشان كده فكرة فيديو النهارده ان انا ههاجم بجيش مكون من فالكيري فقط لا غير، مع طبعا الملك والملكة بتوعي. في البداية ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وتذكر الله وتظبطنا بلايك واشتراك وتقول لي هل جربت تهجم بفالكيري بس قبل كده؟ ويا ترى ايه اللي حصل معاك؟ في التعليقات تحت مستني رايكم، ورايكم في الفيديو اهم، ويلا بينا. طيب بكل بساطه كده انا عملت جيش مكون من 30 فالكيري. طيب 30 فالكيري دول خدت معاهم زي ما انتم شايفين تعويذات، 2 من تعويذه الشفاء و2 من تعويذه الغضب و3 من اللي هو السكليتون عشان اقلل الضغط بتاع الهيكل، عشان اقلل الضغط على الفالكيري اثناء الهجوم. طيب طبعا ده مع الملك والملكه. طيب كده انا هاخد دعم. الدعم انا مجهزه طبعا. تعزيز زي ما انتم شايفين، خدت 4 فالكيري، كان فاضل 3، فخدت جوبلين وبرضه تعويذة سكيلتون، وخدت قذيفة الجذوع عشان تفتح لي الجدار على المصراعية عشان اقدر اخش بالفالكير في نص التصميم. ادي كده دنيتنا تمام، يلا بينا ندور على خصم مناسب وارجع لكم بعد ما الاقي الخصم. طيب تعالوا نشوف احنا هنبتدي ازاي وهنعمل ايه. اول حاجة ادي قذيفة الجذوع، ممكن ننزلها من هنا عشان تفتح لنا الجدار كله من هنا كده. تمام. وهنمشي معاه بالملك، ايه الملك مش الملكة. طيب هو كله نزل. طيب هنشوف ممكن نعمل ايه. هنا ننزل دي عشان تنهيها، وادي الفالكيري التالت كلها ننزلها، وادي هنا واحدة تانية زي ما انتم شايفين نزلنا. دي واحدة شفا، نص الفالكيري طار، التكرار تتمسح، نمشي ورا الفالكيري بقى واحدة في الغضب. تمام. تنزل بدي هنا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ يا راجل تعالوا تعالوا تمشوا كده. طيب اهي. انت يا اسطى ما كملتش دقيقة ونص، ما كملتش دقيقة ونص في الهجمة والهجمة خلصت. طيب ايه اروح؟ عظمة فالكيري. وقبل كده عملت صحيح بعيد عن الساحرة برضه، دمرتها بنفس السرعة وبنفس الأداء. أنا ما خدتش معايا وقت، أنا مش متخيل إن أنا مسحت أصلا. طيب تفتكر دي هتعمل إيه مع تاون هول 11؟ طيب بص أنا هجرب تاني على تاون هول 10 عشان نشوف هل يعني يمكن ده حظ ولا حاجة. فهنستنى الجيش يجهز وهجهز جيش كمان. تعالوا كده تدريب سريع نفس الاستراتيجية على تاون هول عشان أبقى أجربها على تاون هول 11 ونشوف فعلا هي قوية كده للدرجة دي. طبعا الفيديو مولع نار، أنا عايزك طبعا تعالي تقول لي إيه رأيك في الفالكيري وتشجعني. لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولما اجهز الجيش ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا شباب بعد ما الجيش بتاعي جهز. فاضل لي بس الدعم، هنطلبه بسرعه طبعا. مش بسيب تاني لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس والحاجات الطبيعيه دي. طبعا تعزيز 39. يلا نهجم على تاني عشان نشوف اللي حصل معانا في اول هجمه، ده حقيقي ولا كان ضحك عليا يعني. بص ندور على الخصم. طيب ده الخصم اللي انا لقيته، ده تصميم دائري طبعا من اصعب التصاميم اللي انت ممكن تشوفها في كلاش اوف كلانس. بص بقى احنا هننزل الآلة بتاعتنا منين؟ ننزلها من التصميم من هنا ده. طيب اهي. وهننزل ادي الملك قدامها طبعا عشان يحميها طبعا من مدفع الهاون زي ما انا حاسس. ماشي خلاص تمام. يفتح لنا بس التصميم. اوسخ حاجه بقى ان الفالكيري هتلف لفه محترمه حرفيا لحد ما توصل لنص التصميم. اول ما تفتح ده ممكن تبتدي تنزل ادي واحده هنا، نزل الملكه والفالكيري كلها. مسحت، انتوا متخيلين؟ ومسحت تقريبا في دقيقه. يعني تصميم دائري من اصعب التصاميم اللي انت ممكن تلعبها في كلاش اوف كلانس. طيب كده احنا اثبتنا فعلا ان الاستراتيجيه دي طاغيه على تاون هول 10، يعني ممكن تزيلك على تاون هول 10 بكل سهوله. بجهز طبعا الجيش عشان اهجم على تاون هول 11 ونشوف يا ترى هل هنقدر نمسح ولا لا. فاضل لنا قد ايه في الجيش؟
16 فالكير يجهزوا واجيلكوا تاني. والآن حانت اللحظة المنتظرة، اللحظة اللي انت هتهجم فيها على تاون هول 11 برعاية خسارة القوس. تفتكر ان مجموعة من الفالكيري 30 فالكيري تقدر تمسح تاون هول 11 مع الدعم والملك والملكة؟ عزيز طبعا الدعم اللي احنا عمالين نستخدمه بدري والسم الله اللي احنا وفرناها، الجيش كامل. تعالوا نهجم وربنا يستر. هندور على الخصم واجيلكوا تاني. طيب ادي التاون هول 11 مش ماكس، انا مش عارف الصراحه اذا كان ماكس ولا لا، بس هو ده اللي انا ههجم عليه. تفتكروا بقى هل هقدر امسحه ولا مش هقدر؟ إيه، مش عارف ابتدي منين. ممكن ابتدي من هنا. انزل اول حاجه ادي الاله قدام الملك، وهننزل واحده من دول هنا كده. طيب تمام. انت عارف لو معاك قدره الامر تبقى افضل بكتير، على الاقل تقدر تحافظ على الاله عشان تقضي لك على مدفعيه النسر. واللي انت تعمله هتنزل هنا 2 عشان ننضف لك الاطراف دي كويس. هتبتدي تدخل الفالكيري كلهم لجوه، احسن لجوه، ما تستغبوش. الاله هتبتدي تشتغل. عايز حاجه هنا وننزل واحده غضب هنا. تعالوا هنا، ايه اللي وداكوا بعيد قوي كده؟ طيب نزل واحده ريج هنا. شفا. الملكه بتاعتي لسه ما نزلتش، ممكن ننزلها هنا وننزل سكيلتون هنا ومع واحده من الغضب عشان تخلي الفالكيري اللي جوه يشتغل كويس. تمام، خدت نجمه. كده خدت التانية. مظنش هتمسح، بس هي عملت اللي عليها. طيب هي فين الفالكيري؟ هم اختفوا ليه؟ بخروا ليه؟ ماتوا خلاص. طبعا نبدأ ماس بالله. أنا ممكن ننزلها للملكة مع إنها مش هتعمل لها حاجة. هاي شغل قدرة الملكة. النسبة بتاعتنا ماشي، إنك تمسح حوالي 65% باستخدام تاون هول 10 ده لوحده كفاية. فأنا هكتب كده وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، وأشوفكم الفيديو الجاي. طبعا قبل ما ننهي الفيديو ما تنساش اللايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وتكتب لنا تعليق تقول لي إيه رأيك في كوت الفالكير وإيه رأيك في الفيديو. وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.